السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمود أحمد في سلسلة الدروس الخاصة بلغة برمجة بايثون 3. في الجزء ده بنتكلم عن البرمجة الشقية أو الأوبجكت أورينتد بروجرامينج. الدرس اللي فات اتكلمت عن الوراثة الانهيرتنس، وضحت لك عن ايه الوراثة وازاي تستخدمها. ده إن شاء الله تطبيق بسيط على الوراثة. قبل كده أنا بشرح بعض الأمثلة على الأوبجكت أورينتد في المثال 1 والمثال 2. المثال 2 كان بيتكلم عن كلاس كالكوليتور اللي هي الخاصة بالآلة الحاسبة، كان فيها الصم والبرودكت اللي هي الضرب والجمع. تعالى نعمل نفس الدالة ونضيف لها كمان ميثود جديدة عن طريق الوراثة. هنعمل ديف، هنعمل كلاس كالكوليتور. تعالى نعرف الكونستراكتور بتاعي الانت. بياخد مني السيلف اللي هو الاوبجكت بتاعي، بياخد مني الاكس اللي هو الرقم الاولاني والرقم الثاني اللي انا هنفذ عليهم العمليات بتاعتي. وطبعا السيلف دوت ايه بتساوي عندي الايه، السيلف دوت اكس بتساوي عندي الاكس، والسيلف دوت واي بتساوي عندي الواي. تمام. تعالى نعمل الداله بتاعتنا الخاصه بانها تجمع. لو جيت تعمل صم خد بالك الاس كابيتال. طب ليه عملت الاس كابيتال؟ لان الصم باس سمول موجوده في اللغه. هتاخد مني السيلف اللي هي ايه، اللي هي الاكس والواي. تاخد مني الاوبجكت بتاعي ريتيرن. هترجع بايه بقى؟ هترجع بالسيلف دوت اكس زائد السيلف دوت واي. تمام. تعالى نعمل واحدة تانية خاص بالبرودكت. تاخد مني برضو السيلف اللي هو الاوبجكت بتاعي، وهات ريتيرن هترجع بالسيلف دوت اكس في السيلف دوت واي. فعايز كده لو انا ضغطت انتر اللي هيحصل؟ الاندنتيشن خرج بره الدالة، بقى واقف مع الديف، لكن اول لو انا ضغطت انتر هنا بيقف مع الريتيرن. الفكرة ان الريتيرن بتخرج من الدالة. تعال نسيف ده كده ونسميه اي اسم. تعال نعمل رن. تمام، الكود بتاعي اتنفذ. تعال نصغر ده كده. تعال ناخد اوبجكت سي من الكلاسات بتاعتي اللي هي الكالكوليتور. قلت لك قبل كده لو الكونستراكتور اللي في الداله الكلاس بتاعتك بياخد منك بارامتر اكس وواي، لازم انت تعطيهم له وانت بتاخد اوبجكت علشان خاطر ما يطلعلكش مشكله. بس خدنا اوبجكت. تمام. تعالى نطبع كده الصم اللي هي السي دوت صم. طبعا المشكله في الحروف كابيتال وسمول. طبع لك 11. تمام. المشكله اللي هنا اللي كانت الاس انا كاتبها سمول، واحنا عاوزين الاس الكابيتال اللي انا معرفها هنا. طيب تعالى كده نطبع البرودكت. طبعا اللي هي 30 اللي هو ضربه. تمام. طيب تعالى هنا اقفل ده. تعالى نعمل كلاسيه جديده اسمها كلاس ساينتفك. يعني هنضيف شويه حاجات للآلة الحاسبة، بعض العمليات العملية. عشان اورث من الكالكوليتور بكتب هنا الكالكوليتور، عشان كده ابقى انا وارث منه. تمام. هتعرف ايه في الكلاس الجديدة؟ هعرف ده اللي بتجيب الباور. تمام. بتجيب الباور ايه؟ بتجيب الباور اوف سيلف عادي. طب هتريترن ايه؟ هرجع بالباور اللي انا عاوزه اللي هو البي او دبليو. طبعا دي حاجة موجودة في اللغة، السيلف دوت اكس والسيلف دوت واي. الاكس ده اللي هو الرقم بتاعك، والواي اللي هو الاس بتاعه. الباور دي موجودة جاهزة في اللغة. عملت ايه؟ عرفت كلاس جديدة اسمها ساينتفك. الكلاس ده عشان تورث من الكالكوليتور لازم انا اعطيلها الكالكوليتور ده كبارامتر. تمام. ورثت ايه؟ ورث الكونستراكتور ده الميثود بتاع الصم والميثود بتاع البرودكت، بقت موجودة عندي هنا في الكالكوليتور. عملت دالة زيادة اسمها باور، كل الفكرة بترجع بالباور. سيف، اعمل رن اهو في 5. تعالى الكود بتاعنا شغال مفيش فيه اي مشاكل. تعالى نصغر ده. تمام كده. تعالى ناخد اوبجكت من الساينتفك. الاس هيساوي ساينتفك. لو انا ضغطت انتر شوف ايرور، بيقول لك الانت اللي هي الكونستراكتور بتاعي بياخد ميسنج
2 ريكويرد بوزيشنال ارجيومنت، يعني الكونستراكتور بتاعي بياخد 2 بارامتر او 2 ارجيومنت وانت ما عطيتهملوش اللي هم الاكس والواي. طب احلها ازاي دي؟ الاس هيساوي ساينتفك، وهتقول هنا الرقمين بتوعك اللي هم ال5 وال6. بس كده اتنفذت معايا. تعالى كده نستخدم الصم. تعالى الاول نجرب الباور. تمام. برنت الاس دوت باور البي كابيتال دوت باور. طبعا ده الرقم اللي هو ال5 أس 6. طب تعالى نجربها على رقمين بسيطة احنا عارفينهم. الاف مثلا هيساوي ساينتفك، الرقمين بتوعه 2 و3. تمام. وتعالى نستخدم جملة البرنت. طبعا ده بحط هنا الاس دوت باور. هنعمل برنت للاف دوت باور، مش الاس، اس اف دوت باور. طبعا 2 أس 3 ب8. تمام. تمام. طيب انا دلوقتي عاوز استخدم السم والبرودكت. مش انا وارث؟ وارث من الكالكوليتور، يبقى متاح لي ان انا استخدمه. يبقى دلوقتي لو انت عامل الاف دوت سم الاس كابيتال اهي. طبعا استنى لحظه نعمل رون تاني علشان نظهر فوق. اهو اس هيساوي ساينتفك الاتنين والتلاتة. اخدت انا اوبجكت من الساينتفك. طيب تعالى بقى، تعالى تاني نطبع كده الباور بسرعة. الاس دوت باور اهو طبعا ب8. تعالى بقى نجرب الصم. برنت الاس دوت صم طلع 5. جمعهم فعلا. يبقى الفكرة ليه؟ هو ليه جمعهم هنا؟ لأن هو وارث من الكالكوليتور، فورث الصم والبرودكت والانت اللي هي الكونستراكتور بتاعه. تعالى كده نطبع البرودكت اس دوت برودكت ضرب برودكت الاتنين في 3 ب6. تمام؟ يعني هو كده ضرب. كده درس النهارده خلص. كنت بحاول اوضح لك فيه الفكره بتاع الانهيرتنس بمثال تاني غير المثال بتاع المره اللي فاتت. ان شاء الله المره الجايه نبدا نتكلم على انواع الوراثه، وهنتعمق شويه في الوراثه عشان الامور تبدا توضح بالنسبه لك. انتظرونا ان شاء الله في الدرس الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.